السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا كلنا عارفين إن الدكتور طارق شوقي غير نظام الامتحانات وخلاها طبعا بشكل إلكتروني والتصحيح إلكتروني، والأسئلة تبقى ام سي كيو أو تشوز وصح وغلط والكلام ده كله. ده بالنسبة للثانوية العامة للثلاث سنين عموما، مش للصف الثالث بس. طيب هنا بقى السؤال اللي طرح على دكتور طارق شوقي أكتر من مرة وهو جاوب. قالوا له يا دكتور طارق شوقي، دايما الامتحانات كلها هتبقى ام سي كيو صح وغلط واختيارات. طيب في أسئلة زي التعبير، في اسئله زي الباراجراف في الانجليش، في ترانسليشن، في ترجمه، في الحاجات اللي بتتطلب منا ان احنا لازم نكتب ونطلع الحاجات دي. هل الاسئله دي هتتلغي، او هل لما اخش الامتحان مش هلاقي الاسئله دي وهيبقى كله اختيارات بس او كله صح وغلط بس؟ فدكتور طارق شوقي رد الرد ده. قال ان الحاجات دي حاجات اساسيه في مهارات تعلم اللغه او من تعلم اللغه. ده طبعا انا كنت شايفه اصلا انه ما ينفعش يلغي اسئله زي دي، لان دي حاجات اساسيه او مهارات اساسيه في اللغه، انك تعرف تكتب وتعرف تترجم وتعرف تنشئ كلمات وتعبر والكلام ده كله. فدي حاجه اسمها برودكشن او انتاج، انك تعرف تعمل حاجه شبه كده، دي مهاره رسميه او اساسيه من اللغه. فدكتور طارق شوقي قال ان دي مهارات اساسيه في اللغه ما نقدرش نلغيها، ولكن ممكن يكون ليها طريقه تانية او هنفكر بيكون ليها شكل تاني في الامتحان، عشان برضو نضمن التكافؤ بين الشكل الالكتروني والشكل البشري او التدخل الالكتروني والتدخل البشري. لان في حين ان عملنا امتحان وفي باراجراف او في ترانسليشن او في آه، موضوع تعبير، فطبيعي واكيد ولازم ان شخص بشري هو اللي يعلم الحاجات دي. فبالتالي دكتور طارق شوقي قال ان الاسئله دي مش هتتلغي، ولكن هيتم البحث في شكل السؤال ده بقى هيبقى عامل ازاي وكميته قد ايه. الباراجراف او الاساي او الحاجه اللي انت تكتبها، المقال او الكلام ده كله، حجمه هيبقى قد ايه وعدد الكلمات والكلام ده كله هيتم بحثه واعاده صياغته او اعاده وضع السؤال ده بشكل جيد بما يتناسب مع النظام الجديد. فالاسئله دي بالمختصر المفيد مش هتتلغي، سواء تعبير او باراجراف او essay او translation او الاسئله اللي انت بتكتب فيها المهمه، لكن باقي الحاجات تبقى تشوز صح وغلط. ده كان كل حاجه في الفيديو. عندك اي سؤال او استفسار طبعا سيبوه لنا في الكومنتس ان شاء الله، وانا هحاول ارد على اكبر عدد ممكن من الكومنتات. يا ريت ما تنساش تضغط لايك تقديرا ودعما. لو عايز تتابع كل جديد ما تنساش انك تشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.